ننتقل الآن بخطوة جديدة خلف السطور لنكشف لكم شرخا عميقا يحدث الآن، سيؤدي إلى انتقال النظام العالمي الجديد إلى النظام العالمي الموحد، وسيؤدي هذا إلى انهيار الدولة إكس بجميع محافلها 13. ومن يريد فهم هذا الكلام اسمع لما سأرويه الآن. منذ ما يقرب من 2000 عام سيطر التيار الديني على الحكم في الإمبراطوريات والدول، فقد انقسم العالم لفترة طويلة بين الإمبراطورية البيزنطية المسيحية المقدسة وبين الخلافة الإسلامية التي امتدت وحكمت نصف العالم. ولكن القرن 18 حضر فيه التيار اليساري الإلحادي المبني على العلمانية المادية باسم التنوير والحضارة، فانقسمت الدول العظمى في جميع حكوماتها إلى تيار يميني وتيار يساري، اتفق كلاهما على عداء وإنهاء مفهوم الخلافة والقوة الإسلامية، ولكنهما يحملان توجهين متعاكسين دوما. ظهر مصطلح التيار اليميني واليساري كمصطلح سياسي يرجع أصله إلى زمن الثورة الفرنسية عام 1789، حيث كان النواب اليمينيون يجلسون إلى اليمين موالون للحكم الملكي، أما اليساريون فقد كانوا يمثلون الحزب المعارض ويأخذون الجانب الأيسر في البرلمان الفرنسي. ولكن ظهور التنويريين في القرن 18 من أتباع محافل 33 أدى إلى تطور وتشعب مفهوم التيار اليساري، وتوجهت الدولة العميقة إلى دعمه بشكل علني على حساب اليمينيين، الذي يعتمد مناصروه وأتباعه على التدخل في حياة المجتمع للحفاظ على التقاليد من لوائح وتشريعات بما فيه الدستور الإنجيلي. إلا أن اليساريين أوجدوا بروباغندا دعائية أكثر جاذبية للعوام تقوم على مبادئ ظاهرها مشع وبراق كالمساواة بين أفراد المجتمع والديمقراطية وإلغاء الرأسمالية، ولكن داخلها مناهض لكافة القيم والأعراف والتشريعات السماوية. وبمرور الوقت تغير وتشعب استعمال مصطلح اليسارية بحيث أصبح يغطي طيفا واسعا من الآراء، فباتت اليسارية الغربية تشير إلى الاشتراكية أو الليبرالية الاجتماعية في أوروبا، ونشأت تيارات تحت مصطلح اليسارية والتي تعرف اليوم بالأناركية تدعو إلى إقامة مجتمع بدون دولة حاكمة، وتعرف باليسارية الراديكالية. وبقليل من الدراية والوعي السياسي نجد أن التيار اليساري هو تيار سياسي منبثق عن المحافل السرية، بداية من محفل روزي كروشن ووصولا إلى البنائين الأحرار، تقوم على المادية العلمانية اللادينية الإلحادية. والكثير من الناس المستيقظين اليوم يعلمون جيدا أن التيار اليساري يدعم وبشدة التحرر الجنسي والحركات النسوية والتوجهات اللادينية الإلحادية والأقليات على رأسهم الشواذ.